انت بتتفرج دلوقتي على ديد بيكسل، وفي الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي انا بجمع استوكات وصور الديزاين بتاعي. في البداية لازم اعرف ايه هي المواقع اللي انا بستخدمها بشكل اساسي، وكل موقع هيكون له استخدام. المواقع اللي انا بستخدمها بشكل اساسي في يومي هي اولها فريبك انا بعتمد عليه بشكل كبير جدا في الديزاينات بتاعتي، سواء كان ديزاين مانيبيوليشن او كان ديزاين سهل بسيط. ففريبك دلوقتي في اغلب الاستوكات اللي انا بحتاجها يعني. في شاتر ستوك برضو كمان انا بستخدمه في الستوكات، يعني هو قوي جدا في حتة الصور، مش في حتة الفيكتورز. يعني هو اقوى من فريبك في حتة الصور والموديلز اللي فيه فايرتي في الموضوع يعني. في بقى موقع تاني اسمه ياندكس، لو انت تعرفه. يعني ياندكس ده زي محرك بحث كده زي جوجل، بس ميزته بقى ان هو بيجيب لك يعني لما بتسيرش عليه مثلا او بتسيرش بصورة عليه، بيجيب لك كل الصور اللي في كل المواقع، على شاتر، على فريبك، على اي حاجة هتلاقيها على السايت ده. وبالمناسبة السايت ده فري، يعني هي التول الوحيدة اللي فري. انما شاتر بفلوس، شاتر ستوك بفلوس، وفريبك في منه جزء فري وفي منه جزء مدفوع. اللي هكلمك عنه النهاردة الجزء المدفوع يعني. وهو فريبك بصراحة مش غالي، يعني انت ممكن تدخل انت واتنين تانيين على اكونت واحد وتدفع بقى انت التلت، يعني مش هتكمل 600 جنيه. خلينا نشوف مع بعض ديزاينات اتعملت وهقول لك ازاي انا جبت الاستوكات دي. عندنا الديزاين ده، لو جينا حللنا التصميم ده، فكرته بسيطه جدا. اللي هو البريف كان جاي عن ان احنا هنعمل ديزاين عن بي اس 5، بلاي ستيشن 5، وهنقول مثلا ان هو في رمضان وكده، وهنقول ان هو البي اس 5 هيسلي صيامك يعني وكده. الكونسبت اللي انا اعتمدت عليه في الديزاين ده هو ان انا استخدم الكنترولر بشكل اساسي. فهجيب يعني الديزاين عندي مكون من حاجتين، اللي هو الباك جراوند معمول لها افكت اللي هو الموشن بلور، وفي الايد اللي ماسكه الدراع. يعني الايد اللي ماسكه الدراع دي كلها ستوك، والصوره اللي ورا اللي في الخلفيه دي ستوك تاني. يبقى انا كده عندي تو ستوك. يعني انا كده في الديزاين ده عندي صورتين محتاج ان انا اسيرش عليهم. تعالى كده بشكل فعلي اقول لك انا بسيرش ازاي على الحاجه دي. اروح على جوجل، اروح على فريبك. انا قلت لك ان فريبك ده يعني لازم مع اي مصمم يكون معاه فريبك، يعني ده بشكل اساسي بنعتمد عليه بشكل كلي في الشغل بتاعنا يعني. وليكن مثلا دراع مثلا اكتب بي اس 5. انا هجرب، ممكن اللي انا عايزه ما يكونش على فريبك اصلا، يعني هكتب معاك كده بي اس 5. امم بدأ يظهر لي الكنترولر هنا، وايد برضو هنا ماسكه الدراع بالشكل ده. ده 3D. طيب ممكن مثلا نكتب بي اس 5 كنترولر. يعني ممكن مثلا الصورة دي قريبة من الفكرة بتاعتي، الصورة دي برضو قريبة جدا. ممكن ادخل عليها كده واشوف النتائج، بس مفيش نتائج تانية. الصورة دي برضو قريبة. امم الصورة دي برضو قريبة، بس يعني ده مش كنترولر بتاع بي اس 5، فمش هتنفع. اوكي طيب، دي برضو قريبة جدا، بس انا عايز اللي ماسك الايد ايد راجل، مش ايد واحدة ست يعني. فانا دي مش هتنفع معايا. كل ده ان الريزولتس دي كلها طلعت لي بان انا كتبت بي اس 5 كنترولر، بس الحاجة الاساسية اللي انا عايز اعمل عليها ديزاين او بسيرش عليها. طيب انا مش لاقي النتيجة في فريبك، او مش لاقي النتيجة اللي انا عايزها في فريبك، اعمل ايه؟ بص، ده حل انت ما تتوقعهوش، بس هو حل فعال جدا. اخد البي اس 5 كنترولر دي، اخدها كوبي بيست، احطها على جوجل عادي جدا، واعمل سيرش، واختار هنا الايمج. افضل بقى يعني ادور كده، وليكن بص، يعني الصورة دي قريبة جدا جدا من اللي انا عايزه. أه وليكن مثلا ايه تاني، دي برضو، بس هنا الشادو مش حلو، او الصورة الكواليتي بتاعتها مش حلوة. يعني انا شايف ان دي انسب واحدة. انا طبعا مش هعرف اجيب الستوك اللي انا استخدمته في الديزاين ده، الديزاين اللي فات ده انا اللي عامله، بس مش هعرف اجيب الستوك بالظبط، لان انا مش عارف استخدمتها او جبتها من انهي سايت. فانا بقول لك طريقة السيرش يعني، او بقول لك الطريقة اللي انت تبحث بيها على الستوكات او الصور اللي انت تستخدمها في الديزاين بتاعك. تمام، يعني انا شايف ان الصورة دي مناسبة، والكواليتي بتاعتها مناسبة، 2700 في 1500. وانا الديزاين اصلا على السوشيال ميديا بيعملوا 1080 في 1080، فهي اصلا الكواليتي بتاعتها حلوة، والدايمنشنز بتاعتها كويسة. فانا ممكن اخدها سيف ايمج از جي بي جي مثلا ديسكتوب، واسيفها كده عندي على الديسكتوب. كده انا عندي اول صورة او اول ستوك. طيب باقي ايه تاني؟ باقي الخلفية اللي هي عليها شاشة دي، او الخلفية اللي ورا اللي هي في الظهر دي. اروح على فريبك،
واكتب وليكن مثلا جيمنج روم بي جي يعني باك جراوند. طيب في كذا نتيجة ظهرت لي هنا زي ما احنا شايفين. طبعا في تريكات كده خليني اقول لك عليها مع التحديث الجديد على فريبك مع دخول الاي اي طبعا في المجال بتاعنا، فاحنا ممكن نستفيد من الاي اي في المجال بتاعنا في الحتة دي في السيرش يعني ازاي. طيب في هنا اوبشن هتلاقيه على فريبك اسمه AI generated. هنا بتختار exclude AI generated، يعني بتقول له ان انا في نتيجة السيرش بتاعي مش عايز اي حاجة معمولة بالاي اي، او الاوبشن ده اقول له ان انا عايز الحاجات اللي معمولة بس بالاي اي. فانا خلينا اختار الاختيار اللي هو الحاجات المعمولة بس بالاي اي. فطبعا في الحاجات دي هيديني نتيجة احسن وافضل. يعني دي مش حاجة أساسية، دي حاجة يعني باك جراوند عندي، فأنا مفيش مشكلة كده أعمل لها بلور، فمفيش مشكلة لو جبتها بالاي اي، يعني الإضاءة متوزعة صح والكواليتي تحفة بصراحة يعني في الاي اي. فما عنديش مشكلة إن أنا أستخدم حاجة كده بالاي اي. شوف دي مثلا، أنا زي ما قلت لك إن أنا مش هعرف أجيب الستوك الأساسي اللي أنا استخدمته في الديزاين، بس دي طبعا مش نافع معانا لأن احنا عايزين جيمنج بي سي. مش هعرف أجيب الستوك اللي أنا استخدمته فعلا في الديزاين لأن أنا مش فاكر جبته منين، فأنا بقول لك الطريقة اللي أنا بسيرش بيها. وليكن دي مثلا مناسبة، يعني شايف ان هي دي مناسبة، فاعمل لها داونلود كده بالشكل ده. هتنزل عندي طبعا بكواليتي عالية بالشكل ده. طبعا هعمل لها بلور وهعمل لها كولر بالانس، هوديها ناحية الازرقات لان الديزاين بتاعنا كان ناحية الازرقات شوية، وابتدي بقى ان انا اظبطها كده. بس خلاص يعني انت كده اعتقد ان الحاجة التكنيكال سهلة جدا، والديزاين بقى انت ودماغك شوف هتعمل ايه في الديزاين. بس انا بقول لك الطريقة اللي انا بسيرش بيها او اللي انت ممكن تستخدمها تسهل عليك في السيرش. طيب خلينا نشوف ديزاين تاني. الديزاين ده بسيط برضو شوية، هو مفيهوش اي حاجة. عندنا صورتين، صورة الباك جراوند وصورة البرودكت بتاعنا واللوجو طبعا والتكست من عندي، يعني ما فيش اي حاجة صعبة. يعني الديزاين ده سهل جدا. هي الفكرة كلها ان انا عندي تو ستوك، يعني عندي ستوكين، عندي صورتين اللي هما الباك جراوند وصورة المنتج. طيب باك جراوند انا ممكن اجيبها من على فريبك ازاي؟ هروح على فريبك وهكتب بوديوم 3D او 3D بوديوم ناتشورال واضغط سيرش. بص هو هيجيب لي كذا حاجة طبعا بأشكال مختلفة جدا. يعني أنا شايف إن دي مثلا مناسبة، خلينا نفتحها كده في نيو تاب. دي برضو مناسبة جدا، ودي كويسة. دي هتكون كويسة لو هجيب حاجة متصورة من يعني متصورة من لو انجل لو فيو. شايف برضو ان دي حلوة جدا، يعني دي كويسة جدا وقريبة من الحاجة اللي احنا عايزينها برضو. حاجة تكون وسط الطبيعة كده، وحاجة تدي احساس حاجة كده تدي احساس ان البرودكت ده طبيعي 100%. بص يعني انت في بريك برضو في حاجة مميزة جدا، ان انت لما تفتح صورة وتنزل تحت كده هيجيب لك صور مشابهة للصورة اللي انت فاتحها. يعني انا شايف ان دي برضو، بص دي حلوة جدا، يعني شايف ان دي كويسة جدا، فاعمل لها داونلود. شايف ان دي كويسة والكواليتي بتاعتها كويسة وعايز اظبطها، يعني مش هقص منها اي حاجة ولا حاجة، هحط بس البرودكت واحطه كده على البوديوم بالشكل ده. انا اجيب البرودكت منين؟ بص حاجه من الاتنين، يا اما الكلاينت معاه البرودكتس بتاعته مصورها بشكل كويس فانت هتاخدها منه بقى وتوسعها وتستخدمها في الديزاين، يا اما البرودكتس اللي عند الديزاين. يعني مثلا الديزاين ده كان لمتجر الكتروني في السعوديه اسمه رحال، بيبيع الحاجات اللي هي الحاجات دي الكريمات والحاجات دي، بس دي حاجات مشهوره. فهو ما ادانيش صور، فانا خلاص قلت له بقى ان انا هجيب الصور. طيب انا اجيب الصور دي منين؟ هل انا اجيبها من فريبك؟ مبدئيا فريبك كده ما عندوش اي صور لاي براند، يعني حتى ابل مثلا او سامسونج لو جيت تسيرش على موبايل مثلا هتلاقي ان هو اللوجو بتاع البراند متشال، فانت مش هتلاقي ده على فريبك. طب انا الاقي فين؟ على جوجل سيرش. اكتب اسم المنتج على جوجل سيرش وهيظهر لك. او مش عايز مثلا اكتب اسم المنتج، انا هروح مثلا اسيرش بالصوره، اختار دي واعمل ابلود فايل واجيب الفايل اللي انا عايز اسيرش عليه، وليكن مثلا ده، واحدد كده المنتج اللي عندي هو ظهر لي. اهي الصورة ظهرت لي هنا. ممكن برضو يفتح لي مثلا اهي الصورة بتاعتي، بضغط كليك يمين واختار سيف از. في مشكلة هتواجهك ان انت لو عملت سيرش على صورة منتج معين مثلا ممكن تلاقي، بس مش هتلاقيها مثلا على جوجل سيرش، هتلاقيها على انت هتلاقيها على جوجل بس هتلاقيها على سايت وليكن مثلا زي امازون او اي سايت اجنبي. ففي بعض السايتات بيرفعوا الصورة، يعني في بعض المواقع بيرفعوا الصور بتاعتهم، مش بيرفعوها PNG ولا JPG، بيرفعوها ويب فايل، فانت بكده مش هتعرف تستخدمها. طيب احل المشكله دي ازاي؟ وليكن مثلا انا لقيت الصوره دي كده، اضغط عليها كليك يمين وادوس كوبي ايمج.
ما تقلقش من الريزولوشن، انت كده بتاخدها بالدايمنشنز بتاعتها، وانا هقول لك اول ما تنزلها في الفوتوشوب تحافظ على الريزولوشن بتاعتها ازاي. يعني انا دلوقتي اخدتها كوبي، بفتح الفوتوشوب واعمل نيو فايل بالماس طبعا بتاعي ايا كان الديزاين اللي انت بتعمله، وهتضغط بيست كنترول في. استنى بس اغمى الباك جراوند وتقصها عادي جدا. واول ما تحط الصوره كده اتاكد ان انت حولتها كونفرت سمارت اوبجكت. كده بقت عندي كونفرت سمارت اوبجكت. كبر بقى وصغر براحتك مش هتفرق. انا عندي برضو المثال ده كمثال اخير. الديزاين بتاعي طبعا بيجيني البريف، انا عارف هعمل ايه فيه كويس، عارف خلاص انا خدت الدايركشن وخلاص حددت الكونسبت اللي انا هشتغل بيه. ولكن مثلا ده كان زي ايفنت، فانا قررت ان انا اجيب صورة موديل والمنتجات بتاعت المكان ده يعني حواليها كده بالشكل ده، وفي فلير وفي ورود حواليها وكده، بتدي يعني احساس النعومه وكده. وطبعا الباك جراوند جريدينت باك جراوند انت ممكن تعملها مش محتاج ان انت تجيبها، يعني ممكن تعملها في فوتوشوب كده بالجريدينت افكت. عندي صوره الموديل هسيرش عليها طبعا على فريبك، بسيطه جدا. هكتب مثلا وليكن هابي وومن موديل. هنا يعني هو جاب لي صور موديلز كتير وشكلهم يعني اعرف استخدمهم حلو جدا، بس مش ده اللي انا عايزه، لان هنا الصور يعني مقصوصة للنص. طيب انا عاوز صورة موديل كاملة تكون واقفة على الارض. بكل بساطة هاجي هنا واكتب فول. بمجرد ما كتبت كلمة فول يعني هي صورة الموديل بشكل كامل، يعني فول فريم. هيجيب لي بقى كذا صورة مثلا، وليكن شايف ان دي كويسة جدا اهي. اول صورة طلعت لنا في السيرش شايف ان هي كويسة جدا، هعمل لها داونلود. طيب دي صورة الموديل. في بقى صورة البرودكتس اللي عندي اللي هي دي. هيجيب بس اسم البرودكت زي ما قلت لك دلوقتي، اسم البرودكت اللي هو بيل كلينيك، جوجل سيرش، واكتب اهو. صور كتير اصلا، يعني عايز اقول لك ان انت ممكن تاخد صوره من ديزاين كان معمول. يعني شايف الصوره دي الكواليتي بتاعت 1600 في 1500، فانا ممكن اخد صوره المنتج من الحته دي من الديزاين ده كوي كده، اخدها كوي ايمج، اروح على الفوتوشوب واعمل لها كنترول في، احولها لكونفرت سمارت اوبجكت، واخد الصورة دي بالشكل ده. طبعا هظبطها تاني يعني، واعلي الريزولوشن بتاعتها بقى، واعمل كاميرا رو والديتيل وهظبطها. ده في حالة ان انت مش معاك صور المنتجات وخلاص بقى مش لاقي حاجة تعملها، او مش عارف تجيب صور المنتجات بكواليتي عالية. تاخد طبعا كم منتج من هنا، مثلا ناخد ده وده مثلا، وده برضو كلهم متأكد ان هما باسم البراند يعني. هي الفكرة بسيطة جدا. عايز اقول لك ان يعني المصممين المبتدئين والمصممين الكبار برضو بيعانوا من المشكلة دي، وبيواجهوا برضو المشكلة دي، لان احنا في الاغلب اكتر حاجة بتاخد وقت في التصميم هي الفكرة الى حد ما يعني، وان انت تجمع استوكات للديزاين. يعني فكرة ان انت تعمل سيرش على الاستوكات اللي انت شايفها مناسبة للديزاين بتاعك دي بتاخد وقت. فما تتضايقش لو جيت مثلا عملت تصميم مثلا وشفت ان انت بتاخد وقت كبير في السيرش، مش عارف توصل للنتيجة بشكل سريع. عادي جدا خد وقتك في السيرش، لان الاستوكات يعتبر هي اساس الديزاين بتاعك. واتمنى ان انا اكون فدتك في الحتة دي، لان طبعا دي مشكلة كانت بتواجهني وما زالت بتواجهني، بس بشكل اقل طبعا شوية. انا كده وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وقول لي في الكومنتس انت محتاج فيديوهات عن ايه تاني. شكرا.